السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هل تعلم يا صديقي ان بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت اللي تبلغ ثروته اكتر من 134 مليار دولار، وده يخليه في التصنيف الرابع كأغنى راجل في العالم مكملش تعليمه؟ وهل تعلم ايضا ان ستيف جوبز اللي كتير من الناس تعتبره من اذكى واحد كان موجود في وقته صاحب شركة ابل، الشركة اللي حرفيا دلوقتي مستحوذة على سوق الموبايل فون، اللي كانت ثروته تبلغ قبل وفاته في 2011 24 مليار دولار، ما كملش تعليمه هو كمان؟ وبرضه مارك زوكربيرج صاحب شركة ميتا واغلب مواقع السوشيال ميديا اللي انت تعرفها دلوقتي، ثروته دلوقتي بتبلغ حوالي 100 مليار دولار، حتى ده برضه ما كملش تعليمه. طب انا بقول لك كده ليه؟ هل ده معناه ان كل ما تسيب التعليم بدري كل ما هتنجح اكتر، او بمعنى تاني التعليم ده عائق قدامك والمفروض تحقق نجاحك خارج التعليم؟ بصراحة كده قولا واحدا كل ده غلط. هتقولي ازاي بس؟ امال الناس اللي انت قلت لي عليهم فوق دول نجحوا ازاي؟ بص تعالى اصحح لك شوية مفاهيم في الفيديو ده، بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا نخش في الفيديو. انا عارف انك دلوقتي مش طايق الكليه ولا الدكاتره ولا التعليم كله، ونفسك تصحى الصبح تسمع خبر ان خلاص ما بقاش فيه تعليم تاني. وده عشان ايه؟ عشان انت كل يوم بتقول لنفسك ان التعليم ده انا مش بستفاد منه حاجه، ودايما بيأخرني عن تحقيق حلمي ان اتعلم اللي انا عاوزه واعمل فلوس، والتعليم ده ضيع شبابي ووقتي والكلام اللطيف ده. هو بصراحه يعني مش لطيف. او بتقول لنفسك ان اللي انت بتدرسه ده كله ملهوش لازمه، وانك كده كده بتتخرج واللي انت درسته ده مش بتستفيد منه بحاجه في الشغل. يعني انا عارف ده كله، بس تعالى اقول لك على الحقيقه المره اللي انت هتزعل منها. اولا كل اللي انت بتفكر فيه هو غلط تماما، والكليه مش معطلاك عن تحقيق حلمك ولا بتضيع منك وقتك ولا حاجه. انت حرفيا اللي مقنع نفسك بكل الحاجات السلبيه دي. وبمعنى تاني، فكرة إن الكلية هتضيع مستقبلك ومأخرك عن تحقيق حلمك ده كله عبارة للأسف عن وهم أنت زرعته في عقلك بسبب التفكير اللي أنت متعرض له دايما، سواء من فيديوهات على اليوتيوب أو الصحبة اللي حواليك. طب ما أنت هتقول لي ما هو ستيف جوبز وبيل جيتس والناس دي كلها ما كملتش تعليم. بص عايزك تفهم إن لكل قاعدة في استثنائيات، والاستثنائيات دي مش بتحصل غير بنسبة قليلة جدا تكاد تكون نادرة. فانت ليه تضيع نفسك عشان تفكير ومعتقدات انت فهمتها بطريقه غلط؟ انت فهمتها بطريقه غلط لانك مهما شفت انفلونسرز او اي حد قال لك يا ابني انا اهو ما اتعلمتش وعملت واشتريت وبقيت، اعرف ان حالتك غير حالته، وكل شخص وليه ظروفه. طيب هل انا بكلامي ده قصدي ان نظام التعليم مفيش احسن منه وهو السبيل الوحيد للنجاح والدنيا هتبقى وردي لما تطلع الاول على الدفعه بتاعتك وهتتخرج هتلاقي الوظيفه مستنياك؟ برضه لا. بص انا هفهمك حاجه، انا اكيد متفق معاك في بعض النقط ومش متفق معاك في البعض الاخر. اولا، الشهاده مهمه والتعليم مهم، سواء بقى لاسباب مجتمعيه زي مثلا انك لو كنت تعليم عالي ومعاك شهاده جامعيه فانت كده هتقضي الخدمه العسكريه سنه واحده بس مش سنتين. او مكانتك الاجتماعيه بين الناس هتبقى مختلفه لو انت معاك شهاده جامعيه، وعارف انك ممكن تقول لي ده تفكير سطحي وانت كده بقى مش فارق معايا. بص فكر في المستقبل وما تخليش نظرتك متوقفة على اللحظة دي بس. انت عايش في مجتمع مش لوحدك في الدنيا دي، او سواء لاسباب اقتصادية وده خاصة بالوظيفة او الشغل، انت بشهادتك الجامعية دي هتقدر تلاقي وظيفة او شغلانة محترمة هتكون بالنسبة لك ادفانتج او ميزة على غيرك اللي هم ما كملوش تعليم وقرروا انهم يطلعوا من التعليم. هتقول لي لا يا عم انا مثلا دلوقتي في كلية حقوق او تجارة او اي كلية تانية وقررت ان اعمل كارير شيفت وهشتغل في البرمجة، صدقني حتى في الحالة دي هيقولوا لك عايزين مؤهلات عالية اللي هو لازم يكون معاك شهادة جامعية. فين اللي يثبت انك اهل للعلم وانك عديت المرحلة اللي كل شباب لازم يعدوا منها؟ يا عم قضي الجامعة بتاعتك بالطول وبالعرض ومش مهم تقديرك ايه، بس انجح عدي المرحلة وخلاص. عايزك ما تنساش ان في مجالات ما ينفعش حد يشتغلها غير اللي دارسها ومعاه شهادة جامعية تثبت ده، زي الطب والهندسة والحقوق والكلام ده. تعال بقى ننتقل للنقطة التانية او وجهة نظر تانية، وهو ان هيجي واحد دلوقتي ويقول لي يا عم انا عايز اتعلم مهارة جديدة زي البرمجة والمونتاج مثلا واشتغل شغلانة غير شهادتي الجامعية، بس الكلية واخدة كل وقتي ومستهلكاني ومش قادر اتعلم اللي انا عايزه والكلام ده. انا في النقطة دي عايزك تفهم حاجتين. اولا، مش خروجك من الجامعة هو اللي هيحل لك المشكلة، والله لا ابدا. المشكلة فيك انت اللي مش عارف تنظم وقتك وحاطط نفسك تحت ضغط متكلف ومفهم نفسك انك ما معكش وقت والكلام ده. انت معاك وقت كتير جدا. تعال ناخد على سبيل المثال يا عم ان انت بالكتير خالص هيكون عندك 4 ايام في الجامعة، واليوم هتقعد فيه مثلا لحد الساعة 4 العصر أو 5، ده على حسب مثلا المواصلات والكلام ده كله. شوف اليوم الواحد هيبقى معاك فيه قد إيه، والأسبوع نفسه هيبقى معاك فيه قد إيه. وده مش حاجة ثابتة، يعني مش كله عنده 4 أيام ولا كله بيحضر كل الأيام أساسا.
بس الفكرة في انك اكيد لو قعدت ورتبت وقتك هتلاقي معاك وقت كتير هتقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. ثانيا بقى وهي حتة التقدير، ممكن ناس تكون حاطة على نفسها ضغط بسبب التفكير في التقدير والكلام ده. يا عم انت لو قررت انك هتتعلم حاجة خارجية او في حاجة خارجية تعوضك عن ما بعد التخرج من وظيفة، يعني هنا انت المفروض ما تكونش شايل هم التقدير ده خالص. لا، ده يكون مش فارق معاك خالص. انت تقدر ما تحضرش غير على الامتحانات وتتخرج بمقبول، والمهم انك تكون اتخرجت وعديت المرحلة دي ومعاك شهادة جامعية. والنقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها وهي نقطة التعليم الذاتي. وليكن مثلا إنك قررت خلاص إنك هتسيب الكلية أو التعليم وتكمل لوحدك، عايزك تعرف إنك مش هتقدر تكمل، لأن بجد أصعب حاجة ممكن تحصل للإنسان إنه يكون معاه الوقت كله فاضي، وإن هو يكون الوحيد اللي عنده قدرة في التحكم في الوقت بتاعه. لازم يكون في ضوابط والزاميات تلزمك إنك تمشي على خطة تجبرك إنك تحترم وقتك، لأنك لو ساب لك الحبل هتلاقي نفسك ضعت في بحر من الوقت الضايع اللي مش هتعرف تسيطر عليه. صدقني الحل كله في التفكير شوية بواقعية ونضج، وتعرف ايه الصح من الغلط، وتعرف ايه هي الأولويات والحاجات اللي انت لازم تعملها دلوقتي والحاجات اللي ممكن تستنى كمان شوية. وفي الآخر عايزك ما تنساش دايما ان دي كانت مجرد معتقدات وأفكار شخصية تقدر تاخد بيها أو لا. ودي كانت نهاية الفيديو. أتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات. أشوفك في فيديو جديد. سلام.